السلام عليكم خوتي، أينما كنتم وحيثما وجدتم سواء في الداخل أو في كل قارات العالم، نحييكم ومسلم عليكم بدون استثناء، وربي إن شاء الله يوحد القلوب. خوتي، خبر بعد هدر لي عليه واحد الأخ من إسبانيا. إسبانيا راح تفتح الوراقي للناس كيف يعطوا لهم وراقي. هدروا في التلفزيون الإسباني أنه ابتداء من جانفي 2017، من الفاتح جانفي 2017، أي واحد عنده حرفة أو مهنة، المهنة هذه نقولوا مهنة مثلا اللي تقبلها الحكومة الإسبانية، اللي عنده حرفة والله مهنة والله حاجة تفيدهم، راح يعطوا له شهادة الإقامة في جميع مقاطعات إسبانيا ما عدا كاتالونيا، لأن كاتالونيا فيها قانون يختلف عن المقاطعات أو المدن الإسبانية. لذلك يا خوتنا إذا حبيتوا تجربوا، الحمد لله هذه النصيحة بارك الله في الأخ اللي قال لي عليها، وربي إن شاء الله يعاون كل خير كل واحد، إن شاء الله نتمنى الخير لكل واحد. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير ومغاليق للشر، الأرزاق بيد الله، مكتوب الله يعطيه لك رزقك، يعطيه لك سواء في البلاد أو في أي مكان. مثلا شوف سنجاب عنده رزقه، الطائر عنده رزقه. لذلك خوتنا اتمنى ان شاء الله خوتنا هذو اللي طبابليه، هذو اللي راسه فارغ، ماذا به يحترم روحه ويهدر كلام طيب او فليصمت. اما التعليقات التافهه اللي ما عندهاش معنى ولا اساس ولا راس يخليها لروحه. خوتنا ان شاء الله ربي تفادوا من هذه المعلومه، وربي ان شاء الله يوفق كل واحد. ونتمنوا لو كان حكومتنا دارت بترول ضايع والشباب ضايعين، بترول سرقوه لكن ما داروا به والو. شو يتمنى الغربة في بلد الناس عايش كي الغربة، كلمة الغربة فيها صعوبة بعد يقولها. المهم خوتي فقط يعني لو أن الحكومة تاعنا بقوسين المسعورين وفروا خدمة شبابنا وسكن ومستقبل، ما راهمش يموتوا في البحار وعايشين في بلدان الناس كريتامة. المهم خوتي هذا إن شاء الله الخبر يفيدكم، وتحياتي لكم، وربي يهدي الأنصار الفريقين، سواء مولودية بجاية أو مولودية وهران. يعني والله هم يعسوا هكذا، هم مرتاحين وانتم تناحروا بيناتكم. اتقوا الله، لا فرق بين هذوك والله، انتم راكم كاع خوا، سواء لوهارنا أو البجاويين، انتم أنا شعب واحد يا خوتنا، اتقوا الله. المهم هذا الموضوع إن شاء الله يتبع مستقبلا حول العنف الملاعب إن شاء الله. تحياتي لكم، ربي يحفظكم، تهلاو في روحكم، السلام عليكم.